هل فريدة سيف النصر هيقدر يرمي القبلات اللي في الفن؟ استنوا كلمتها المدوية بعد شوية. في رأيكم هل الفنان لازم يلتزم بالقيم الشخصية سواء في التمثيل أو حياته؟ اكتبوا لنا رأيكم تحت في الكومنتس ولا تنسوا اللايك والاشتراك علشان توصلكم كلمات الفنانين الجريئة قبل غيركم. في لقاء مؤخر الفنانة القديرة فريدة سيف النصر خلقت ضجة بكلماتها الصريحة عن رفضها التام لمشاهد القبلات في الأعمال الفنية، وده مهما كانت المغزى من المشهد. قالت إنها كانت في أكتر من موقف تعرض فيها لمشاهد من النوع ده، لكنها اختارت ترفضها رغم كل الضغوط من إخراج ومنتجين، لأنها مؤمنة بحدودها الفنية ومبدأها الواضح. وبخصوص موضوع خلع الحجاب، فريدة علقت وقالت بجرأة إنها لم تندم على قرارها، وإنها مقتنعة إن المضامين الدينية والقناعات الشخصية ليها وقت ومكان. وقالت كمان إن المرأة لما بتوصل لسن معين الشرع بيديها مساحة إن القرار يبقى بناءً على اختيارات عميقة مش مكرهة عليها. فين الحدود بين الفن وقناعات الفنان؟ وهل من حق أي مبدع يفرض مشاعره أو ثقافته على أعماله؟ فريدة سابت علامات استفهام كتير وسحبت النقاش على العقل والضمير بعيداً عن الإثارة والتضخيم.